السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. إن شاء الله مكملين مع بعض في سلسلة فيديوهات المراهقة، وزي ما قلت لكم هناخدها سلمة سلمة، ومش هنسيب ولا مشكلة فيها إلا لما نوجد لها حل إن شاء الله. بس زي ما تعودنا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا اللايك علشان الفيديو ينتشر ويوصل لأمهات كتير. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. أهلا بيكم من جديد. النهاردة الموضوع بتاعنا مهم جدا جدا، وكتير من الأمهات طلبوا مني ان انا اتكلم فيه. علشان كده قومي حضري المشروب بتاعك وورقة وقلم وتعالي علشان تكتبي ورايا. انا عاملة مشروب دافي علشان انا كنت تعبانة، فيعني عاملة اعشاب. انتوا اعملوا بقى المشروب اللي انتوا عاوزينه. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم فيه وهو موضوع مهم جدا جدا، وامهات كتيرة طلبوه مني، وهو الصوت العالي عند المراهق. احنا اولادنا اول ما بيشموا نفسهم كده ويحسوا انهم كبروا شوية بيبقوا عايزين يفرضوا رأيهم، وهم بالنسبة لهم يعني ان هو يقول رأيه او يعبر عن نفسه بالنسبة له كده ان هو يعلي صوته، خاصة كمان لو البيت فيه صوت عالي، ومثلا الام صوتها عالي او الاب صوته عالي، فهو بالنسبة له كده القوة في الصوت العالي. فمبدئيا المراهق بيكتسب الصوت العالي من البيئة اللي هو عايش فيها، وغالبيتنا صوتنا عالي، او يعني الناس اللي حوالينا صوتهم عالي، فهتلاقيه بيفضل الصوت العالي علشان يثبت وجوده. طيب احنا اولادنا كلهم بيعلوا صوتهم. انا لما سألت مراهقين وقلت لهم انتوا ليه بتعلوا صوتكم على بابا وماما او بتتكلموا بصوت عالي، فبيقولوا علشان احنا بنبقى غضبانين وبنبقى متضايقين فبنعلي صوتنا علشان بنخرج الغضب بتاعنا في الصوت العالي. طيب هما دلوقتي يعني فاكرين ان الصوت العالي ده هو اللي هيريحهم وهو اللي هيحل لهم المشكلة. محتاجين مننا ايه؟ محتاجين مننا اننا نفهمهم، ما نقفش قصادهم ونعلي صوتنا احنا كمان. يعني انتي كأم لو عندك ابن او بنت بيعلوا صوتهم وبيتكلموا معاكي ويزعقوا وصوتهم عالي وغضبانين، وطبعا دي من طبيعة المرحلة ان هم يعني ما بيسيطروش على مشاعرهم، بتخرج وخلاص غضب بيخرجها بصورة عالية. لو عنده كمان مشاعر فرح بيخرجها بصورة عالية، فهو بيبقى عنده مشاعر فيها حدة، يعني بيطلعها بصورة كبيرة جدا. فانتي لو ابنك او بنتك صوتهم عالي وغضبانين وانتي جيتي قصادهم برضو عليتي صوتك وغضبانه وصوتك عالي، هيبقى صوت عالي قصاد صوت عالي، ما استفدناش حاجه. هو كده اعتمد الطريقه، اعتمد ان لما يبقى غضبان لازم يبقى صوته عالي علشان، وكل ما يعلي كل ما يبقى اشطر بقى. انت هتعلي هو يعلي عليكي، فمش هيبقى فيه حدود للصوت العالي. طيب انت هتقوليلي طيب هو بيعلي صوته، مش المفروض يعلي صوته عليا؟ ده انا ماما، او بابا يقول ده انا بابا، مش المفروض ان هو يعلي صوته، المفروض ان هو يوطي صوته، ده من الادب ومن الاحترام. امال انا بعلم فيه ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ انا حابه ان انا اديكي حل وان شاء الله تنفذيه وجربيه مع اولادك، مش هنخسر حاجه. احنا متعودين اننا هم يعلوا صوتهم فاحنا نعلي صوتنا علشان نسكتهم، ما بيسكتوش وبيتعودوا على الصوت العالي. فانا هقول لك حل وجربيه وان شاء الله يجيب معاكي نتيجه كويسه. يعني انا مجرباه والحمد لله بيجيب نتيجه. انت دلوقتي لما يكون ابنك او بنتك في نوبه غضب وصوتهم عالي وجاي بيتكلم معاكي وبيشاور بايديه او يعني حركات مش لطيفه وبيعلي صوته، فانتي اقفي بكل هدوء وبكل ثبات وقولي له ما يصحش الطريقه دي معايا، ما ينفعش نتكلم واحنا غضبانين، ما ينفعش تعلي صوتك عليا، صوتك دايما يكون اوطى من صوتي. بكل هدوء. بصي شايفه الهدوء اللي انا بتكلم بيه ده؟ هتتكلمي معاه كده، علشان المراهق بيحاول ان هو يستفزك، عاوز يضايقك زي ما هو متضايق. هو مش كره ولا حاجه، هو عايز يطلع غضبه فمش مش عارف يطلعه بصوره كويسه، فبيطلعه فيك انتي مثلا، او يعني او في اي حد قدامه. فانتي لو حافظتي على ثباتك الانفعالي وهدوءك، هو كمان يعني هتديله فرصه ان هو يفكر
وان هو يرجع خطوه لورا، وكمان يعتذر عن الغلط اللي هو عمله، ويعني يحاول ان هو يقلل من صوته او يهدي من صوته. فانت جربي كده، اول ما تلاقي ابنك بتتكلمي معاه وصوته عالي عليكي، بقى صوته عالي يعني مش مسموح بيه، فهتوقفيه تقولوا لو سمحت ما ينفعش الطريقه دي مش طريقه حوار ولا طريقه مناقشه. صوتك دايما يكون اوطى من صوتي. لما تبقى هادي تعالى كلمني. يعني عرفيه الطريقه المظبوطه اللي تكلمك بيها، وما تقبليش الا بيها، يعني ما تقبليش باي طريقه تانية غير الطريقه اللي هي فيها احترام ليكي. فجربي انت، لو هديتي هو كمان هيتعلم الهدوء منك. جربي بس كده، شوفي موقف يكون فيه انفعال، انت حاولي تحافظي على انفعالك. هتقولي لي ما بنقدرش ووقت الغضب انا ما بسيطرش وكده. طيب اذا كان انت كبيره ومامته وقدوه ليه مش قادره تسيطري على انفعالك وعلى غضبك، طب انت ازاي بتطالبيه ان هو كمان يسيطر على انفعاله وغضبه وان هو يوطي صوته؟ معلش، هو تدريب هيكون صعب شويه، بس جربي لما تلاقيه في نوبه غضب او بيعلي صوته عليكي، جربي تبقي انت هاديه وتتكلمي بثبات، وتعرفيه ان الطريقه اللي هو بيتكلم بيها دي مش مظبوطه، وان المفروض صوته يكون اوطى من صوتك. وجربي وشوفي ايه النتيجه. ان شاء الله هتكون نتيجه كويسه جدا، انت هتدربي نفسك وهو كمان هيدرب نفسه ان هو يكون هادي ويكون صوته اوطى معاكي. كمان في نقطه مهمه جدا جدا، يا ريت لو بتعملي قاعده كده مخصوص مع ابنك او بنتك وتفهمي ايه اللي ضاغطهم وايه المشاكل بتاعتهم، يبقى في بينكم وبين بعض في حوار وفي مناقشه، علشان تعرفي الاسباب اللي بتخليه ان هو يعلي صوته او ما يسيطرش على غضبه. يا ريت تحاولي يعني تعملي الحكايه دي، ما يكونش كل اللي بينكم اوامر ونواهي ومذاكره وروح الحته الفلانيه واعمل كذا، او يعني ما يبقاش بينكم هو امر ونهي وفقط. لا، خلي فيه بينكم حوار. ده برضو بيساعد على ان هو يخاف على زعلك، ما يخافش منك. يعني احنا المفروض اولادنا يكونوا بيخافوا على زعلنا ويحترمونا، افضل من ان هم يكونوا بيخافوا مننا علشان ما نزعقش او ما نحرمهمش او ما نعاقبهمش. الحته دي لو ظبطناها مع المراهق ان شاء الله الدنيا بتكون اهدى، ومش هقولك المشاكل هتنتهي، لكن بتكون اهدى، وان شاء الله الحلول بتجيب فيها نتيجه. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، سهل وبسيط. صوت عالي انتي قبليه بصوت واطي. لما يكلمك بطريقة مش كويسة او مش لطيفة او مش مناسبة لاحترام ابن لأمه، انتي اتكلمي باسلوب هادي وما تنفعليش، وهو هيغير الطريقة بتاعته ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون افادكم، واتمنى انكم تجربوا التمرين البسيط ده مع اولادكم، وباذن الله يجيب نتائج هايلة مع اولادكم ان شاء الله. اعرفي ان المراهق لو عليتي صوتك عليه هو كمان هيعلي صوته عليكي، لانه عايز يحس ان هو مش صغير وان هو حد كبير وليه احترامه. جربوا الفكرة اللي انا قلت لكم عليها والتمرين البسيط ده، وان شاء الله يجيب نتيجة معاكم. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من سلسلة فيديوهات المراهقة ان شاء الله. وكمان ما تحرمنيش من اللايك الجميل بتاعكم اللي بيدعمني وبيخليني ابحث واعمل لكم فيديوهات مهمة ليكم وليا ان شاء الله. مع تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.